يلا بينا نحضر اول ماتش للزمالك في اهم بطوله ليه السنه دي، وهقول لك كمان شويه ليه دي اهم بطوله السنه دي. اول حاجه جمهور الزمالك وجه رسائل لمجلس الاداره وقال المفاجأة بقى الحلوة بالنسبة لي إن ده عدد جمهور فريق كده النهارده، عدد كبير جدا ومحترم جدا. يعني 17 دقيقة حتى الآن من الشوط الأول مفيش أي هجمات خطر للزمالك، رغم إن الزمالك المفروض أفضل بكتير. الأول الزمالك في الدقيقة 22 وأنا متأكد إن الزمالك هيجيب الثاني والثالث، الدنيا سهلة بالنسبة للزمالك بس هو ما يصعبهاش على نفسه. تاني للزمالك في الدقيقة 34، والله قلت يعني الماتش مش محتاج يتصعب عليك خالص. الثالث للزمالك، الجولين ورا بعض، قلت لكم ماتش سهل جدا يعني على الزمالك. خلص الشوط الأول 3-0 للزمالك، شوط سهل جدا. الشوط الثاني هيبقى أسهل وممكن يدخل فيه 3 كمان. كنت بقول لكم في أول الماتش إن دي أهم بطولة للزمالك السنة دي، من وجهة نظري دي البطولة الوحيدة المهمة وقريبة من نادي الزمالك. الدوري أنا شايف إن هو أقرب للأهلي وبيراميدز من الزمالك، الكاس نفس الكلام. دي البطولة الوحيدة القارية اللي الزمالك مشارك فيها السنة دي، وهو من وجهة نظري بالسكواد ده هو الأقوى فيه. لقطة مهمة جدا، الجزيري أول ما قام سخن، شوف جمهور الزمالك قال له إيه. رابع للزمالك، عايز جولين كمان بس والنبي. الخامس للزمالك، وقلت لكم هيجي 3 في الشوط الثاني زي ال3 بتوع الشوط الاول. وبصراحه جمهور الزمالك النهارده مدلع خوان بيزيرا وعامل له اغنيه مخصوص ليه لوحده. السادس للزمالك، وقلت لكم انا مش راجل قليل هنا، 3 الشوط الاول وزيهم الشوط الثاني. خلص الماتش 6-0 زي ما قلت لكم. جمهور الزمالك عامل حفله ورايا، اتمنى ان دي تبقى بدايه للزمالك يكمل ويبني عليها في ماتشات الدوري اللي جايه، عشان تبقى حاجه كويسه بالنسبه لنا ان الزمالك يبقى ماشي كويس في الكونفدراليه والمصري كمان في الكونفدراليه، وعندنا الاهلي وبيراميدز في دوري الابطال. خوان بيلعب الماتشات اللي فاتت كلها تقريبا بشكل كامل، وحتى النهارده بعد الجون حسينا ان هو بيزك شويه لما خرج بره الملعب. مش حاسس ان انت لازم يرتاح شويه الفتره اللي جايه، خصوصا ان هو لو اصيب هيبقى كده بالنسبه لنادي الزمالك؟ هو ما كانش عنده مشكله عضليه، هو بيشتكي من الضرب الكتير.